أنا شي أعرف يا ناجي، ليش معترض إن إحنا نحضر عند سلمان؟ يا محمود ربما تكون هذه اللعبة من سلمان والفقيه والشي وردونا. إحنا ما نعملش أي تصرف قبل ما نشوف، يمكن يكون كلامهم صحيح. أنا أشك في ذلك، وكثير من أهل القرية قالوا لي إن الأمر واضح وضوح الشمس والأرض أرض محسن وما يشون لا يوردونا. بس يا إيش رأيك إن الأرض أرض أبونا؟ محمود لا نغامر. اسمع يا ناجي، أنت وعدتني وتعاهدنا إن إحنا نكون مع بعض، والآن بتخونني. ما هك الكلام هذا؟ وما فايدة وكل شيء يعود لنا، ولا نسيت ما فعلناها اليوم؟ وما فعلته إن شاء الله. ها؟ لا يا فاطمة، أخوش محسن لازم يعرف ما فعلين صباح وجميلة. يما تقوى صدقوني، يستر ما ستر الله، وما فيش داعي نوسع الخلاف بين الإخوة. كيف ما فيش داعي؟ أب الظن الذي فعلينه بسيط. طبعا مش بسيط، لكن طالما الله سلم نسامحين هذه المرة ونحدرين. نسامح من يا فاطمة إذا كان محمود وناجي وراء هذه الفعلة الشنيعة؟ يما تقوى أخي محسن لو يعرف هيكون رد عليه وهيتضرر منه ناجي ومحمود. افرضي إن احنا تسترنا هذه المرة، ما يضمن لنا المرة الثانية ما يكرروها. شفت يا أمين؟ شفت على أخوة معي؟ خير يا حاج محسن، خليهم يستريحوا وهذا من حقهم. يستريحوا ايش؟ هؤلاء خداعين، لو استاجرت عمال لانه احسن لي. الله يسامحك يا أخي، بعد العمل هذا كله احنا خداعين. هذا جزانا يا أخي عندما بنشتغل لك بالأرض والونهاء. وين والشغل هذا؟ ما قد فعلته من الصبح. خير يا حاج محسن، ربما هم تعبانين أو شغلتهم حاجة. لا بالله يعلم الله ما غيرهم علي هذا الأيام. خلاص يا حاج، يلا نرجع، يلا خلاص. اشتغلوا يا مخلصي، وحسابكم عندي لو ما ترجعوا البيت. ها؟ خير إن شاء الله خير. تصور يا أسماء، بعد غياب وليد صار العبء علي أكثر، لأنه كان يساعدني كثير بغيابك، وكثافة الطلاب جعلت مسؤوليتي أكبر. أنا مقدرة تعبك يا أخي، علشان كذا أنا مستعدة أجي أدرس من بكرة. لا يا أسماء، إذا كنت تعبانة ما فيش مشكلة. تعبانة يا إسماعيل، وأنا ما جيت أزورك إلا من ضيق حالي. على العموم لا تقلقي يا أسماء، هذا تغير فيسلولي عند النساء الحوامل، ويحدث بشكل طبيعي. وإذا طالت المدة وأنت ما زلت تعبانة، شطلنا أدرس فصلك في الفترة المسائية عشان الطلاب لا يحرمون من حصصهم. الله يحفظك يا أخي، افعل اللي تشوفه، وأنا أوعدك إنه إذا شفت نفسي متحسنة أترجع أدرس في أقرب وقت. أنا أوعدك. الآن عن إذنك، لأنه لازم أرجع البيت عشان ما يقلقوش عليا. لا الحق شاء الله خير الفضيحة التي عملتها لنا يا صلاح. ما هو الذي سويتي؟ كيف عملتي؟ أكيد تقوى أتكلم الحاج محسن. ها؟ ما مش عارفة. جميلة ياي وين جيتي؟ ما فعلتي؟ أنا ماليش علاقة، صباح هي السبب. أكيد تقوى عتقول الحاج محسن. ها؟ ما مش عارفة. ايش حكاية اللبن اللي قالت عنه أسماء؟ إن إحنا اللي عملناها يا جميلة. أيوة اعمل نفسك مش عارف، وانكر إنك مشارك في هذا الموضوع. ما هو كيف انكر وانا الذي جبت الاعشاب بنفسي والكل شافني وهن معي. طيب ما هو الحل؟ محمود يا محمود،
لا لا حقك الله خير، ظنيتك محسن. انه وعدك شيء ذي لما نجي بسم الله انا. ايش تشتي تعمل يا ناجي؟ نهرب من هذا البيت الان. ما فيش داعي يا ناجي، اخي محسن ما يعرفش حاجه، بس ما اقول الله المستعان على ما فعلتم. حيا مالك بتضحك يا حاج؟ حسيت اني فاطمة محكة في خوفها على اسماء. ليش ظنيت حاجه ثانيه؟ لا بس لو ما حكيت لي اسماء القصة حسيت انها شوية كذا متضايقة من مبالغة فاطمة في الخوف عليها. طيب وانت ايش رايك؟ انا مع فاطمة، وكم سرني اني عرفت انه فاطمة قلبها على اخوها، وهي الوحيدة اللي قلبها على اخوها، مش مثل باقي اخوتها اللي ما همهم الا مصلحتهم وبس. لكن بسيطة. انا محسن ما عاد اعرف اوقف كل واحد عند حده. هيا يا فقري روينا الورقة هذه وعطانا بها من العيون. اتفضلوا. هذه بصيرة ولا ما هي؟ اقراها وانت هتعرف ما هي. لا تستغرب يا امين اني دعيتك في هذا الوقت، بس انا كنت استشيرك في موضوع مهم. تفضل. انا اعتقد اني قريبا ان شاء الله ساصبح اب. نعم. واعتقد ايضا انه من واجبي اني احدد موقفي من الان. من تحدد موقفك؟ من اخوتي يا امين، من اخوتي. لازم يعرفوا ما لهم وما عليهم. تقصد تكتب لهم العرض اللي وعدتهم؟ لا، مش هذا اللي بنقصده ابدا. وما تقصد؟ فعلا هذا النفس الأراضي الذي تحت يد محسن. على سب تعرفوا ان محسن هذا مشروب بسيط وانه بياكل حقكم. المشكلة ان البصائر كلها بسمه. لو هن باسم من هانا للسماء فهن يعتبرن باطلة لانهن مزورات بظهر هذا الوثيقة. طيب يا فقيه، ومن عاد يقول لنا هذا الكلام؟ المحكمة. ها؟ تشين شارع محسن؟ شارعه ونص لانه نصب عليكم. ومن بدري تروحوا طريق المحكمة ترفعوا دعوة. هذا اذا انتوا رجال. وانا مستعد ادي لكم الورقة بس بشرط انكم لا تذكرونا لا من بعيد ولا من قريب، خاصة انت يا ناجي. ويا ويلك يا ويلك لو تغلط مرة ثانية. ولا تذكروا ان انتوا حصلتوا على الورقة من عندي. واحنا ولا يهمكم الا ندعمكم ونوقف جنبكم لو ما تاخذوا حقكم من محسن. لكن دعمنا لكم بصورة سرية. اتفقنا. من حقك يا حاج محسن أن تكتب الوصية الآن لحياة أو موت، بس اعذرني أني أكون الوصي من بعدك لأملاكك. ليش؟ أو خايف من أخوتي؟ لا، بس أنا مش ضامن أعيش أو أموت قبلك، الأعمال بيد الله. يا رجال صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت أصغر مني. وبعدها يا حاج الموت لا يفرق بين كبير أو صغير. لكن هذا لا يعفيك أبدا من أنك حتكون الوصي. فإن مت قبلك يا أمين فأنت كليد الله سبحانه وتعالى في ابن الذي يولد، سواء كان ولد أو بنت. وإن مت أنت قبلي ساعتها يدبر الله ما يريد. أما بالنسبة لورقة الوصية في 2 أو 3 أيام إن شاء الله وتكون عندك.
يخليها أمانة عندك. اسمع يا محمود، أنا مش مع الفقيه وسلمان إن إحنا نطلب محسن للمحكمة. يا مالك يا ناجي، ورجعت تضعف من جديد وغيرت رايك أو ما؟ افهم قصدي يا محمود، أنا قصدي أول نسأل محسن ونشوف رأيه، إن أنكر وبعدين ندعي للمحكمة. هو حينكر في كل الأحوال وبعدين قل لي من هو الذي حيقدر يواجهك أنا وجها لوجه؟ إذا كنا خايفين من المواجهة بنوصل على واحد معروف من أهل القرية. تعال بعدي تعال. هاي جاءت الفرصة التي ندل بها محسن إلى جانب الخطة الثانية. وأنت شفت حاجة، إذا ما خلينا محسن عبرة لمن يعتبر لا تسميني أحسن. أما ناجي ومحمود موضوعهم موضوع ثاني، ما دخلنا منهم، يرجعوا حقهم ولا يشلوهم الجن. لازم نواصل تنفيذ الخطة حتى نتخلص منهم وننفذ الذي في رؤوسنا. طبعا أحلام الأستاذ الفقي غازي أولا، وسلمان كبير القرية ثانيا. ما هو يا فقي؟ قصدكم يمكن يكون الحاج محسن احتال عليكم؟ هذا للأسف ما اكتشفنا. بصراحة أنا مش مصدق هذا الموضوع. كيف مش صحيح يا أستاذ؟ وهذا الفصل دليل واضح بين يدك. بس المعروف إن أخوكم إنسان مستقيم واتقي الله ويحب فعل الخير، ما أعتقدش إنه يفعل هيك. يا أستاذ الله يحفظك، احنا كنا بنعتبره أكثر من هذا بكثير، لكن للأسف صدمنا لما حصل. وقاتل الله الطمع، كنا نعتبره أبونا بدل أبونا الذي مات وإحنا صغار. طيب ليش اخترتوني أنا بالذات عشان أتدخل فيما بينكم؟ لأنك رجل متعلم ويمكن تتوصل معه إلى حل. وليش ما تشوفوا واحد من أهل القرية يعرف في هذه الأمور؟ ليش؟ أو خايف يا أستاذ تقول كلمة الحق؟ وإحنا نعتبرك كان قدوة، وإذا ما وقفتش أنت معانا ضد الباطل من حيوقف معانا؟ وإحنا وصلناك لأنك صهرنا وما نشيش الموضوع يخرج خارج البيت، وأحسن مما نرجع للمحاكم والشغلات. إذا لم يكن سلمان أولا فلا تلوم إلا نفسك يا فقي. هي غرزلة لسان يا سلمان، أنت كبير. حول الخبلة الناجي ومحمود قال لك ما ساروش المدينة يرفعوا الدعوة في المحكمة مثل ما قلنا لهم. أنهم هبل مثلك صاروا يوصدوا الأستاذ إسماعيل يتلى عند أخوهم ويشوف ما حيقولهم. أغبياء طول عمرهم أغبياء. أخوتي قالوا لك هكذا بالمفتوح إني شليت حقهم؟ لا يا حاج محسن، قالوا يمكن يكون غلط علينا بحجة إن معاهم ورقة تثبت هذا الكلام. ويني هذا الورقة؟ رويني. كنت طلبتها منهم لكن خافوا تاخذها مني وتخفيها. اسمع يا أمين، اسمع ما بيقول الأستاذ، معقول لنا غلط أخوتي يا أمين؟ طيب يا أستاذ، أنت اطلعت على الورقة؟ نعم. وما رأيك؟ أنا أعتقد إنه الورقة سليمة وتدل فعلا إنه في حق مفقود، لكن أنا ما أفهمش في هذه الأمور الشرعية. لا أنت هتجنني أنت وأخوتي؟ الحق حقي وبتقول لي حق مفقود؟ والله أنت أدرى بما لك وما عليك. اللي أنا واثق منها يا حاج محسن إنك رجل فاضل ولا يمكن تظلم أخوتك، وهذا ما قلته لهم. طيب يا أستاذ، طالما توسطوا بك ليش ما جو معك؟ مش عارف، يمكن يكونوا خايفين أو محرجين، فقلت أكلم الحاج محسن أولا وأشوف إيش رده، وفي جلسة ثانية ممكن ندعيهم. بيض الله وجهك يا أستاذ، أنت عملت اللي عليك. أما أخوتي أنا شارد عليهم بنفسي وأوضح لهم كل شيء. مش المفروض انك توقف بجنب اخواتي وتطالب بحقي؟ اضمئني
اطمئني، هم حيخرجوا حقهم وحقش. بس المفروض تتعاونوا جمعة. كان بودي اتعاون معاهم، لكن انت عارفه ايش السبب؟ جالس خايف من الورقة. بالضبط. ولو محسن ادالي الورقه انك بقيت شوك في حلقه لو ما يموت. ولو استطعتي تقنعي محسن يديلي الورقه ساعتها انا شهروش كفشف على الباب. عاد احاول، ولو انها اكثر من مرة رفض يديها. يا اخوتي عاد بخيل، عاد بخاف من الله. اول شيء تشتوني اموت عشان تورثوني، ودحين تدعون اني اكلت حقوقكم. احنا ما بندعيش، لكن هذه هي الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ اسكا فهمني. إن الأرض ملك أبي. معانا وثيقة بتثبت هذا الكلام. معك وثيقة؟ اي انا منكر، والوثيقة اللي معك بلها واشرب معها. اذا فتحت على نفسك باب ما يتغلقش. ما ادفع. هنشتكي بك في المحكمة. الى هذا الحد؟ وصلت بكم الجمعية الى هذا الحد؟ انت السبب، لكن سهلها اسهل على الكل. وهذا حق يا أخي، وحرام عليك إنك تظلمنا. لو كنتوا جيتوا لعندي وسألتوني كنت مستعد اني اوضح لكم، لكن الان وقد دخلوا الناس بيننا ولا حدا يسمع ولا كلمة واحدة منهم. يلا اخرجوا، يلا اخرجوا. نخرج، يلا. من اليوم ما عبيش لكم بقى في بيتي ابدا. يلا اخرجوا. الناس تطردنا يا محسن. ايوه من ضدكم، ولا هذا الشيء يشوف واحد منكم. يلا اخرجوا، خرجت عينكم. يلا. لا هو حاضر. خير. حاضر يا محسن، احنا على خرج بس انت الخاسر. وحقنا أنا أخذه هذا الصورة أو الثانية. يلا اخرجوا وما عندك كل شيء محسن. يلا من ذي. رجعوا. مالك يا حج؟ خرجت عيونهم. مالك يا حج؟ صلوا على رسول الله. ليش ردهم؟ ما فعلوا؟ هؤلاء اشتروا يقتلوني. هؤلاء اشتروا قضوا علي. ها يا سعد، كيف صحة الحاج محسن؟ قلت لهم اسوق سيارتي الى المستشفى، بس اهل بيتك قالوا ما فيش داعي. ليش؟ والله مش عارف، يمكن قد تحسن او هو الذي رفض نسأفه. والله اني مشكلة فعلا. طالما قالوا عنده القلب ضروري يشوفها الطبيب، وانا مستعد اسعفه في اي وقت، بس هم يوافقوا. لانه لو يحدث حاجة لا سمح الله للحاج محسن شاكون انا السبب. لا انت ما بش لك اي ذنب، انت قصدك فعل الخير. الذنب ذنب اخوته. يا سبحان الله، ما تعب محسن لحن جيتوا تطالبوا بحقكم. هذا بدل ما يبري على ذمته ويدي حقكم تعب. هذه حيلة منه علشان يقولوا الناس انه مظلوم. لا يا محمود، محسن مريض بالقلب من آخر فحص فعلنا. ما بالله قوي قلبك يا ناجي، ما هكذا ما عصرش تخرج حقك. مهما يكون يا سلمى في الأخير هو أخي. اصبر انت، قل لنا كيف الحل يا سلمان. الحل إن أختي جليلة تصير نطمن عليه وترد لنا خبر علشان نعرف كيف نتصرف. خير، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بالنسب الوافي والذهب الصافي. جيت في وقتك. اجلس مرجع. اجلس. اجمعهم على خير وانت بينهم. حي الله يا بقي. الله يحييكم اهلا وسهلا. الله يسلمك. لا حول ولا قوة إلا بالله، من جد لنا هذا المصايب؟ انا كنت حاسس بهذا، ولهذا ما كنت راضي اني اكون وصي للحاج محسن. الحمد لله إن الله كشف نواياهم قبل ما يموت الحج محسن ويسدوا فيما بينهم. بس مثل هذه المشكلة قد تنهي حياته مثل ما حصل اليوم. لولا ألطاف الله كان راح فيها. بالله على سلامتك يا حج. الله يسلمك. ما كانش من المفروض يا أخي إنك ترفض تصير المستشفى. الحمد لله أنا بخير. ماشي على الأقل كنا نستدعي الدكتور يجي لها. مالكم للحين؟ قلت لكم أنا بخير والحمد لله ما فيش فيني شيء. خلاص يا محسن خلاص، الله يجعلك بخير،
واحنا ما نشتي الا عافيتك. سلامتك، الف سلامة يا اخي. والله ما دريت انك تعبان الا قبل شوية وجيت على طول. أحسنتم، عمل عظيم. هكذا أثبتتم لي إن أنتم رجال وهتخرجوا حقكم. ومسألة إنه ضرتكم من البيت لا تشيلوش هم، البيت بيتكم، اسكنوا. وليش تضيق على نفسك يا سلمان؟ وليش هذا الغلبة كلها والمدرسة موجودة؟ قصدك يصيروا يسكنوا عند الأستاذ في المدرسة؟ طبعا، والمفروض يحتلوها من الليلة ويسكنوا فيها. شيلك لبال المدرسة ببيت ونسكن فيها. من حقكم. كيف يا فقيه؟ فهمنا. طيب أفهمكم. مش الأرض الذي بنوا فوقها المدرسة حق أبوكم مثل ما هو مكتوب في الورقة؟ ايوه صح. إذا بأي حق يتبرع بها محسن والحق حق الجميع؟ وما عيقولوا لسه، وما عيقولوا أهل القرية. يقولوا ما يقولوا، وإذا هم حانيين على أولادهم مكان المعلمة القديم موجود إذا هم حق دراسة. لا يا فقيه، لا تتسرعش. كل يصيروا يجروا المفتاح حق الغرفة الثانية من عند الأستاذ ويسكنوا في المدرسة لو ما تحتل مشكلتهم. والله مثل ما تشتهوا. وإن شاء الله غدوة نسمع أخبار مبشرة، وغدا لناظره قريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح، اليوم طردوا ناجي ومحمود، بكره عيجي دورنا واحنا ما دخلنا. اخبار عيسدوا فيما بينهم. ايوه ما تشتي نجلس هنا وازواجنا مش موجودين. ما أوصيكم انتبهوا لمحسن، صورة تحتاعب. محسن في عيوننا يا أختي من غير ما توصينا. بارك الله فيكم. وبهولة من أسماء لا تكونوا تتركوها وحدها عنده. قولي لي انتبه له من اخبطش الذي يشتو يقتلوه. اما اسماء ما عاد تفعل به. معذورين يا تقوى، كيف يعرفون لهم حق ويسكتوا؟ اي حق يا جليلة؟ هاي انتي معاهم. والله اذا صح كلامهم ليش ما ناخذ حق كلام مثلهم؟ جليلة انصحش ثاني مرة لا عاد تكوني جاي تزوري محسن. ليش؟ اوعى تمنعيني من بيت اخي. لا، لكن لو هو يعرف بنيتش هذه ودي ما يخليش تدخلي البيت. ما تشتاق القلق يا أستاذ، إن شاء الله المشكلة هتنحل. يا سعد لازم نحلها قبل ما تتفاقم الأمور بينهم. طيب بكرة نشوف ما نحل. هذاك تشتي تشوف بكرة؟ أقول لك الآن. الآن؟ الآن خير البر آجله. صدقني ما يهدى لي بال ولا تغمض لي عين إلا ما تنتهي هذه المشكلة. طيب ايش نعمل الآن والدنيا ليل؟ أنا ايش أقول لك؟ أنت بتقول لي الآن نزور الحج محسن، الرجال تعبان ويمكن الآن نايم وما نشنزج الناس. أسماء رقد الحمد لله، عادوا الآن نام. الحمد لله. خلاص يا حبيبتي سيري غرفتك وارتاحي وانا انتبه له. لا الله يحفظك، خليني جنبه. انا اقول هذا على سبب ترتاحي. أنا ماش ارتاح إلا لو ما أكون جنبه واطمن عليه. راحت شب. يا جليلة قولي لنا كيف حالتها محسن؟ والله مخفي عليك يا أخي، تعبان قوي. تعبان؟ هذه حيلة منا علشان يتهرب ما يدفعش حقنا. يدفع حقكم بالوجه هذا ولا بالوجه الثاني؟ ولا يهمك، بيت أختكم مفتوح، اجلسوا عندي لو ما يحلها الله مع محسن. قد قلت لهم يجلسوا ما رضوش، أصروا إنهم يصيروا السكن حق المدرسة يا جليل. وليش السكن حق المدرسة؟ بيت أختكم واسع، اجلسوا عندي. ما في داعي للإحراج، خليهم على راحتهم، احنا قد عملنا الذي علينا.
يلا يا أخي. أين ناجي؟ داخل في المجلس. يا ناجي ناجي قم الحق بعدي. اسماء أيوة يا حاج. ليش ما تروحي تنامي؟ قلت لها يا حاج مصرة انها تجلس جنبك. ليش يا اسماء؟ انا الحمد لله خلاص تحسن. ولو يا حاج علشان اطمن عليك اكثر. الله يرضى عليك منه. قولي لي يا تقوى، رجع ناجي ومحمود للبيت؟ حتى وانت تعبان تسأل عنهم، ما تشتي منهم بعد ما فعلوا. مهما كان يا تقوى، هؤلاء اخوتي وانا مقلق عليهم. لا تقلق عليهم ولا حاجة، هم عند اختك جليلة. معقول يا راجل؟ معقول الاستاذ اسماعيل ما يجاوبش علينا بعد ما دقدقنا لها الدقدقه كلها؟ اكيد نايم يا رجال والله ولا هو نوم على الكهف، بس يمكن يكون مش موجود في السكن. طيب ما نعمل النسر الحين، وانا ايش عرفني؟ اذا ما فيش حل غير ان احنا نرجع بيت اختي جليله. ما شاء الله عليك، والله ما ارجع واتنازل عن كرامتي لو انام بالشارع. طيب نرجع بيتنا. وهذا الثانيه شي نرجع عنده وقد طردنا وهن كرامتنا شي هنا مره ثانيه. طيب ما نفعل النسر الحين. اقول لك تعال بعد وانا اقول لك هنا. بعدك هي. احنا اسفين لازعاجكم في هذا الوقت المتاخر. ولا يهمك يا أستاذ. أولا سعدني مبادرتك في حل المشكلة بين الحاج محسن وأخوته قبل ما توصل للمحاكم. هذا ما جعل الأستاذ يصر على أنه يقابلك في الوقت هذا. على العموم اطمن، حل المشكلة بسيط ويمكن نحسم الأمر في لقاء واحد وتخرج كل الأطراف وهم راضين ومقتنعين. يعني هيجي بكرة والمشكلة منتهية؟ والله هذا عايد على الحاج محسن، إذا قد صحته تحسنت يمكن نحل المشكلة. هي ما عاد سياسة، أظن الآن ما عاد داعي القلق، الصباح ربح. يلا جميلة أنا داحم شاقم أصلح الصبوح وأنت تصيري عصبي للبقرة. أكل شيء عندي أعصب للبقرة. اصبحي وقولي يا مطلوب لو سمعت الحجة تقوى لا تطربكها على رؤوسنا وإحنا مش ناقصات. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعزنا من هذا البيت. توكلي على الله. ايش يا جميلة؟ من؟ محمود؟ ايوه يا جميلة، معلش ما بتفعلها أنا. ما بنفعل زي ما انت شايفة، جينا نرقد ما لقيناش مكان نرقد فيه رقدناها انا. مش قالوا ان انتوا عند جليلة؟ جلت من؟ الله ظل حقه زوجها خير، قليل معروف. وينو ناجي؟ لا ايه ناجي، قم ناجي قم. واو يا جميلة خلينا نقعد شوية، عدنا الوقت بدري. اخري سواء الرجال كضاك، الرجال حاسب نفسه راقد في البيت. يو والبهدلة اللي انتوا فيها. بسم الله الحمد لله. ها كيف أنت الآن يا محسن؟ الحمد لله بخير مثل الريال. الحمد لله. أقلقت أنا عليك. أنا آسف شغلتك معي يا أسماء. تعبك راحة، أهم حاجة عندي صحتك. الله يخليكي، أنت فعلا زوجة صالحة يا أسماء. عشان تعرف غلاوتك عندي. بنتي أغلى حاجة عندي. وأمانة يا حج لا تزعلش من أخي إسماعيل. أخوك إسماعيل الله المستعان، إيش دخله؟ إيش ذنب؟ أخوتي هم السبب، هم اللي دفعوه واستغلوا طيبته وحسن نواياه. يعني إخوتك دعواهم باطلة؟ طبعا باطلة، باطلة ونص. ليش لو عندك شك أننا ممكن في يوم من الأيام أحتال على أخوتي؟
يا حاج هيا الصبح جاهز. يلا بسم الله. ليش تسمحي لهم يخرجوا بغير فطور؟ تشتي يعملوا لنا مشكلة؟ لو عرف أي واحد في البيت إنهم دخلوا ما يقولوا. ومن قال إن إحنا عندخلهم؟ إحنا عنخرج من فطور لا خارج. أنا إيش عرفني؟ هم استعجلوا وراحوا. وين راحوا؟ مش عارفة. يا الله يا الله من هذه المحنة. كحين للعيون وداتك الله ودعك عاشقك تقول ارتحت دورت عليهم ولا لقيت ولا لقيت لهم اثر. قصدك انهم مش موجودين في سكن المدرسة؟ صرت لا عند الاستاذ قال لا شافهم ولا جو لا عندي. غريبة. أين حيروحوا؟ ما يكونوش رجعوا للبيت؟ رجعوا لبيت محسن؟ وانت بتعتقدي ان هذا الامر سهل وانه حيسمح لهم جو لا عنده؟ كان أين راحوا؟ الله اعلم. سنت يا صبري بسرعة كده انا جاوب. قوة أي شعب تكمن في وحدته والتآلف بين أبناء الوطن الواحد. السلام عليكم. السلام. أهلا يا سعد، كيفك؟ ممكن دقيقة يا المدرسة؟ تفضل على عيني راسي، تفضل. أبشرك الحج محسن تحسنت صحته والحمد لله. صحيح يا سعد؟ صحيح، وزرتها أنا والحج أمين وصحته على العام. بشرك الله بالخير يا سعد، بشرك الله بالخير. والبشارة الثانية وافق على مقترحك وفي المساء حددنا الاجتماع. وهذه بشارة خير ثانية يا سعد، الله يخليك لي. بس المشكلة مش عارف إن وين ناجي ومحمود علشان نبلغهم على الحضور. أنا عارف من اللي بيحرضهم يعملوا هكذا. أكيد ما فيش غيرهم. سلمان والفقيه مثل كل مرة. جايز يكون الفقيه لكن سلمان الله أعلم. سلمان سلمان كبيرهم الذي علمهم السحر. بس مش مشكلة، أنا لازم أدبهم علشان يبطلوا أذية الناس. فعلا كانت الضربة قاضية على محسن، لكن أنساره للجن. علمي علمك حتى سعد قد دور عليهم في كل مكان ولا لقى لهم أي أثر. ها؟ وما دخل سعد يدور عليهم؟ من أجل يبلغهم إن محسن وافق على اجتماع صلح الليلة. هذا عيفسد كل خططنا. احنا لازم نلقاهم قبل سعد علشان نبلغهم انهم يشتوا يضحكوا عليهم بصلح وهمي. المشكلة الكبرى إن محسن يشتيني أنا وأنت في نفس الاجتماع. ما هو نحضر الاجتماع واحنا ما دخلنا. أكيد يستغل وجاهتنا من أجل يصلح بينه وأخوته. لا والله، نحن لا نجامل أحدا في دين الله، ونحن دائما نقف إلى صف المظلومين. ماش وقت هذا الكلام، وخلينا نختان بسرهم أينهم من أجل ننسق معاهم قبل الاجتماع. يلا هيا جي بعدي وأنا أخرجهم من عين الحجر. ها يا سعد، حصلت محمود وناجي؟ للأسف لا، كأن الأرض انشكت وابتلعتهم. معقول يكونوا تسرعوا وسافروا المدينة؟ ما يفعلوا في المدينة؟ قلت ربما فكروا يرفعوا دعوة بالمحكمة. لا ما اعتقدش بهذا السرعة. إذن تعال نبحث عليهم من جديد. يلا إن شاء الله نلقاهم.
وما هو الذي مخليلك متأكد انهم نازلوا هنا وادي الغول؟ إلهام من الله. الهم من الجن. بين اقول لك لا تتعبنيش خليني ارجع. لا لازم ان احنا نواصل وتشوف ان الهامي ما يكذب. هذا الهام مش لعبه. يمين لو انزل لا نازل وما نلقاهمش اني لا ارتغرقي وتعبي فوقك يا فقير.